السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى، الجو ساقع كده والعيال سقعانة وعايزة تتدفى، نعمل حاجة حلوة كده سهلة وفي السريع وبنجيبها من بره بسعر غالي جدا. في الاول كده معايا نص كوباية من الحليب، ودي بيضاية بس بصفرين، لو ما عندكيش البيضة بصفرين ده تقدري تحطي بيضتين، ورشة كده من الفانيليا، وكده حوالي معلقتين كبار من السكر. هنحط كمان معلقة كبيرة من الخميرة. هنقلب بقى كل الميكس ده مع بعضه. يلا بينا بقى. هنقلب الميكس ده كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. قلبت الحليب مع البيضة مع الفانيليا ومع الخميرة. الحليب طبعا عندي دافي مش سخن، عشان خاطر بس ما يموتليش الخميرة. تمام كده، اتأكدت ان كل حاجة دابت. هنجيب بقى 3 كوبايات من الدقيق قابل للزيادة على حسب الدقيق عندك. دي اول كوباية هنخلها كده على الدقيق زي ما انتوا شايفين، ودي كمان تاني كوباية، وهجيب معايا كمان كوبايه تالتة، بس مش هنزل بيها كلها للاخر، يعني هعمل زي ايه، نص الكوبايه كده او 3/4 كوبايه. احط كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر، تمام، ورشه ملح. هنقلب بقى كده بالمعلقه لحد لما ندمج كل المكونات دي مع بعضيها. لو وصلنا بقى لحد هنا يا ريت نحط لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على علامه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. تمام كده، معايا الكوبايه التالتة من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنخلها بس مش هحطها كلها، خليت بس كده فيها شوية، يعني اقل من النص بشوية. وهشوف بقى العجينة بتاعتي هتحتاج دقيق تاني ولا مش هتحتاج. هقلب بقى كده المكونات بتاعتي بايدي وافضل اعجن فيها كده زي ما انتوا شايفين. خدتها بقى كده على الرخام عندي نضيفة وزي الفل. القطر دايما طالع معايا في كل فيديوهاتي. حطيت بقى كده هنا حوالي معلقتين كبار من الزبدة عشان الم بيهم العجينة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انتوا شايفينها بتلزق، بس هي دلوقتي هتتلم معايا وهتبقى زي الفل. بصوا شايفين بتلزق في ايدي بسيطه. انا حطيت ال3 كوبايات دقيق كلهم. انتي بقى على حسب الدقيق عندك ممكن تحتاجي 3 وشويه. هنحط كده شويه من الزيت في الطبق وهغلفها كده واغطيها واسيبها تخمر شويه. هدهنها بس دهنه خفيفه كده من الزيت عشان وشها ما ينشفش. تعالوا بقى هنا كده خلاص كانت ارتاحت. هننزل بيها كده على الرخامه بتاعتنا نضيفها وزي الفل. وهنبتدي بقى كده نبططها ونفردها. وزي ما انتوا شايفين بقى كده بالفرادة بتاعتي كده، واحدة واحدة بتتفرد معايا بكل سهولة. السمك بقى مش عايزينه يبقى تخين قوي لان هي لسه هتخمر تاني، فعشان ما تبقاش قلبة على العيش. عندي بقى القطاعات بتاعتي كده، اي شكل تحبيه اعملي بيه. بصوا انا اخدت القطاعات بتاعت السابليه دي قطعت بيها، وعندي البصمة بتاعت الكحك برضو قطعت بيها الشكل المتعارف عليه اهو زي ما انتوا شايفين كده. تمام. عندي بقى قطعة كمان صغيرة كده بفتح بقى، يعني بفتح بيها فتحات صغيرة في اللي هي الوردة دي. لميت العجينة وقطعت اول دور ولميت العجينة وسبتها ترتاح شوية. هوريكم الكمية في الاخر عملت معايا قد ايه. 3 كوبايات دقيق دول. طبعا لو بنشتريها من المحلات بيبقى تقريبا الاربعة. بصوا عشان يعني اللي يقولي ما عنديش اي حاجة بكوباية اهو، يعني شايفين اهو بالكوباية بنقطع. حتى لو ما عندكيش قطاعات ما عندكيش اي حاجة ممكن تستخدمي كوباية عادي. نشتري بقى الطبق كده فيه 3 أو 4 بالشيء الفلاني يعني. عندي هنا التبة بتاعت البلح الشام بفتح بيها كده فتحة صغيرة اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى؟ بصوا ما شاء الله اللهم بارك. دي الكمية اللي طلعت من ال3 كوبايات دقيق. بصوا الكمية قد ايه. عندي بقى هنا زيت مش سخن يا دوبك دافي. هننزل بقى كده بالدوناتس بتاعتنا. اه يا جماعة احنا بنعمل دوناتس سهلة وبسيطة وما فيهاش تعقيد ومقاديرها مظبوطة على الشعرة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. هنزل بقى بيها كده. الزيت ما يبقاش سخن يعني ما يبقاش حامي جدا عشان خاطر ما تبقاش تتحرق من بره وتبقى لسه نية اهو. بديها بقى كده تقلبتين 3. شايفين؟ بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا دي القطع الصغيرة اللي كانت بتطلع من المفتوحة اهو. بصوا شايفين؟ ما شاء الله اللهم بارك.
بقلبها كده على الوش ده شويه وعلى الوش ده شويه لحد لما تحمر معايا. شايفين الكميه في الطبق قد ايه؟ بألف هنا وشفا. بصوا الزيت بتاعي قد ايه، يعني ما شربتش زيت، ده معناها ان هي ما شربتش زيت. كنت مقطعه برضو بالقلب كده كام واحده، ومقطعه بقى الشكل المعتاد. بصوا شكلها ما شاء الله من جوه هشه وطريه ومستويه وخفيفه جدا ومش شاربه زيت زي ما انتوا شايفين كده. نيجي بقى للتزيين زي ما انت عايزه. انا كان عندي شوكولاته خام ابيض وشوكولاته خام بني، عملت كده سيحتهم على حمام ميه. واللي في الطبق التاني ده عملته كده بمربى الفراوله. زيني بقى بالشكل اللي تحبيه وبالمتاح عندك، ممكن تبدريها كده بسكر وقرفه، وتبقي انت برضو كده عملتي تزيين بسيط جدا زي ما يعجبك وزي ما تحبي. يعني التزيين ده بقى دي حريه شخصيه. بصوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. شايفين الكميه ما شاء الله. دي بقى اللي هي محشيه مربى من جوه، دي مربى فراوله. ويعني كام واحده كده كان بالطلب، يعني بنتي كانت عايزاها كده محشيه مربى مش عايزه عليها شوكولاته، فعملت لها كده محشي من جوه وعملت لها ايه اللي هو متزوق كده من بره. او زي ما انتوا شايفين كده بألف هنا وشفا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على علامه الكل. انتظرونا ان شاء الله في كل جديد. بصوا بقى حكايه الطبق ده، يعني انا في جروب كده على الفيس اتصلت عليها عشان خاطر اطلب الطبق ده كده. قالت لي عامل كام يا ست الكل؟ عامل كام؟ قالت لي عامل 80 جنيه. ده طبعا على حسب المكان. طب ليه؟ احنا ببيضه واحده و3 كوبايات دقيق. بصوا ما شاء الله عملنا كميه قد ايه، وفرحنا الولاد، واللي كل تاني وتالت ورابع. ما شاء الله ما تخليش حاجه توقفك. واعملوا كل حاجه في البيت يا جماعه، سهله واقتصاديه وبسيطه وما فيهاش اي تعقيد، وطالعه بسم الله ما شاء الله بألف هنا وشفا تحفه. اتمنى تجربوها، ولو عجبتكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات.